بتحلم بشيء معين ومش قادر توصل له، وكل ما تحاول توصل له ما تعرفش وتقع. مش مهم يا اخي، اقع مرة، اقع 10 مرات، اقع 100 مرة، اقف وقع، اقف وقع لحد ما توصل للي انت عايزه. بس شرط ان انت مش هتوصل للي انت عايزه وانت سايب حياتك كتاب مفتوح. خلي بالك، حياتك ما تبقاش كتاب مفتوح. احتفظ على اهم حاجات في حياتك وتفكيرك لنفسك، ما تبوحش بيها لا لاخوك ولا لعمك ولا لابن عمك ولا لابن عمتك ولا لابن خالتك ولا لعمتك ولا لخالتك ولا لاي حد، خاصة من القريبين منك، لان مفيش حد فيهم نهائي هيبقى عايزك تبقى احسن منه. وما تستناش ان حد يوصلك للي انت عايزه، ياخد بايدك ويوصلك لبر الامان، الا واحد بس، ابوك. ابوك بس هو اللي هيبقى عايزك تبقى احسن حد في الدنيا، في الدنيا كلها. الوحيد اللي تفتح له قلبك وتفتح له كتابك وتحكي له انت بتفكر في ايه، ابوك. لان هو، هقولها تاني، الوحيد اللي هيساعدك، الوحيد اللي مش هيضللك، الوحيد اللي هيقول لك على كل حاجة صح. لان ابوك ايا كان درس في حياته كتير وشاف دروس كتير ووقع ووقف كتير كتير قوي، فهو الوحيد اللي هيبقى عايزك توصل للي انت عايزه عشان يبقى مبسوط. اي حد تاني لا، صدقني مفيش مخلوق على وجه الارض هيبقى عايزك تبقى احسن منه او هيبقى عايزك تحقق طموحك ما دام هو مش قادر يحققه. ربنا يهدي لك الامور ويكتب لك الطيب ويوفقك ويحبب فيك خلقه في كل خطوة تروحها، ويديك الصحة ويرزقك ويفرح قلبك ويسعدك. تحياتي.